السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ وحشتوني كتير. النهارده الجولة بتاعتنا زي ما احنا شايفين كده بوابة وحاجة عظمة كده وهندسة وايه وجميل. تعالوا بينا نشوف احنا فين ونشوف ايه المكان الجميل قوي ده اللي احنا داخلينه. دي بوابات يا جماعة الار 3 في العاصمة الإدارية الجديدة. حاجة كده معمار وتشييد وجمال. انا ما شفتش زيه ما شاء الله، ولا حول ولا قوة الا بالله. دي مصر الجديدة او مصر الحديثة اللي ان شاء الله احنا داخلين على تقدم في كل حاجة فيها. تعالوا بينا بقى نشوف الجولة بتاعتنا. واللي ما يعرفش الار 3 دي العاصمة الجديدة الإدارية الجديدة. انا حبيت ان انا اخد لكم جوله فيها لان كتير قوي كنت معاهم وما يعرفوش عنها اي حاجه، او ايه هي فين الكلام ده كله. فانا قلت النهارده اعمل الجوله واعرفكم على البنى وعلى المكان وعلى الروعه. وناخد جوله فيها كده سريعه. يا رب يا رب تعجبكم. مش هنسى دايما اقول لكم ان انتوا لو عجبتكم الجوله هتحطوا لي ايه اللايك والشير والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس عشان كل جديد من عندي يوصل لكم. يلا بينا نروح الجولة مع بعض، يلا بينا. ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. ده كده بداية الجولة بتاعتنا. بصوا في بنا لسه، وفي المكان لسه في إنشاءات كتيرة، لسه في حاجات وتطورات وحاجات كتيرة بيدخلوها في الار 3 بحيث ان هي تكون متكاملة من كل الاتجاهات، ما نحتاجش ان احنا ننزل البلد من تحت. يعني أنا مبهورة جدًا بطريقة البُنا والمسافات اللي بين كل عمارة والتانية. لأ حاجة خصوصية كده وجميلة وحاجة خيال. فتعالوا بينا بقى. بُصّوا لسه في إنشاءات أهي، لسه تحت البُنا. شركات وعماير وفِلَل ومدارس، فيها كل حاجة. وفيها جامعة وفيها كل اللي أنتم عايزينه. يعني اللي هيروح هناك هو بينتقل لحياة جديدة، مستقبل جديد لولاده. يعني أنا حابة إن إحنا إن شاء الله بإذن الله كلنا نكون قادرين إن إحنا نروح هناك، لإن هي تطوّر جميل جدًا في حياة ولادنا. فيالّا بينا بقى نشوف الجولة الجميلة. بُصّوا الخضرة، بُصّوا الجمال، مهتمين جدًا، جدًا بالخضرة، وده أحلى حاجة في المكان. اللي إحنا شايفينه دي قدّامنا العماير. البداية دي كده العماير والشقق بتاعة الR 3. بعد ما ننتهي من العماير هنخش على الفِلَل وعلى جمالها والتصميم بتاعها. أنا كان نفسي يعني إن أنا أدخل في نموذج من الفِلَل دي وأوريه لكم من جوّه، بس للأسف ما كانش ينفع. فأنا هاكتفي إن أنا هاوريه لكم من برّه. والمدارس، شكل المدرسة مش مدرسة يا جماعة، المدرسة قصر. اللهم بارك يا رب. شكلها من برّه آخر شياكة. يعني الجيل اللي طالع ده إن شاء الله يكون جيل عباقرة. متوفّر لهم كل حاجة من وسائل الراحة والترفيه علشان يحبّوا التعليم أو يحب يروح المدرسة. تمام. فبُص بقى أدي الفِلَل أهي. ده كده من ضهرها في فِلَل وش هتبان لكم من الواجهة بتاعتها وجمالها والخصوصية لكل فيلا. بصوا احنا مع بعض هنشوف الجمال بتاع الار 3 والابداع في التصميم وكل حاجه مع بعض. وانا يعني على قد ما هقدر الحاجات اللي انا عارفاها انا هقول لكم عليها. بصوا يا جماعه، كل فيلا من دول هي ليها مدخلين، مدخل امامي وخلفي، وكل مدخل خاص مستقل بنفسه. بصوا وليها كده زي كومباوند لوحديهم الفيلل، بعيدة عن العماير وعن المنطقة الإدارية اللي هي فيها أماكن الشغل والمكاتب والحاجات دي كلها. بصوا احنا كده بنلف وهنرجع تاني ناخد كام بقية الجولة. بصوا دي المدينة، على ما أعتقد إن هي ده ظهر المدينة الرياضية. تمام يا حبايبي هنشوفها مع بعض وهنتعرف على التفاصيل الصغيرة في قلب المدينة. آه عايزة أقول لكم أنا مبهورة جدا والله بجد بالجمال والهدوء. انتوا بتنتقلوا من عالم المدينة من تحت اللي هو طبعا كلنا عارفينه الزحام. ادي بوابة المدينة الرياضية، هي ليها كذا بوابة زي ما احنا شايفين اهو. وبتنتقلوا زي ما قلت لكم من مرحلة الزحمة والعوادم وي 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 لمنطقة تانية خالص. يعني حياة جديدة لولادكم. كلنا نتمنى بإذن الله إن احنا كلنا نصيب فيها. تمام يا حبايب قلبي. هنا في اتجاهين، احنا دخلنا الاتجاه دوت علشان اكمل بقية الجولة بتاعتي عشان اوريكم كل جزء في الار 3. تمام. احنا كنا واخدينها كفسحه، يعني هو اكيد برضو احنا خدنا تفاصيل من بره، ما دخلناش في المدينه من جوه قوي، يعني ان احنا نشوف التفاصيل الصغنونه اللي هي اكيد هتكون حلوه وهتبهرنا. اذا كان كده من بره والجمال والحلاوه ديت، تخيلوا بقى من جوه. عايزه اقول لكم بقى المبنى الاصفر ده يا جماعه ده مش قصر، دي مدرسه. تمام. انا بديكم كده ايه يعني ايه لمحه، تخيلوا ان دي كانت مدرسه.
يعني هي ما زالت، يعني دي مدرسة والطلبة أو ولادنا وأحفادنا هيكونوا فيها. تخيلوا بقى التعليم هيبقى عامل إزاي جواها. تمام. ودي لا أنا نسيت دي إيه، بس ما علينا. بصوا بقى المباني عاملة إزاي. بصوا الفجوة بتاعت كل عمارة وعمارة، إيه الشجر اللي فيها، شفت الباص اللي كان ماشي ده، المواصلات اللي هناك. تمام. بصوا في كل حتة في مواصلات من جوه مكيفة، ما تخلكش تحتاج لأي حاجة. يعني متهيألي انت لو معاك عربية جوه مش هتستغلها، يعني هتوفر وهتركب المواصلات ديت. جميلة. بصوا المبنى يا جماعة، بصوا الجمال. انتوا حاسين ان انتوا بره، انا حاسة ان انا في دولة، يعني دولة من دول الخليج. طريقة المباني والنخل الكتير والطريق، صح؟ يعني انتوا شايفين كده برضو، قولولي. تمام يا حبايب قلبي. احنا هو مع بعض نكمل الجولة. دي منطقة اللي هي العماير. في مرحلة تانية للعماير، بس أنا مش عارفة إيه الفرق ما بين دي واللي برّه. لو في حد عنده خلفية فيها يعرّفنا في الكومنتات. في بقى يعني على أول المدينة من برّه عماير تانية جديدة، هي إسكان. أنا متهيأ لي إن هي إسكان زي الإسكان اللي هي البدر والحاجات دي، يعني ممكن الشباب يقدّموا فيها. هنشوفها في آخر الجولة. تمام. حلوة برضو ومهتمين بحاجات كتيرة فيها. بصوا ده البرج الأيقوني يا جماعة بتاع العاصمة الإدارية اهو. بصوا هجيبه لكم تاني، بصوا جماله جميل جدا جدا. وحاجة حلوة عجبتني قوي هناك، مهتمين جدا بالمساجد، في كذا مسجد هناك. هو احنا كنا بنلف، كنا بندور على المسجد الكبير علشان كان نفسي اشوفه قوي، او احنا هنشوفه في الاخر. فوجئت ان هو في اخر المدينة. تمام. بصوا بقى البرج الأيقوني، وبصوا المنطقة، الشركات اللي حواليه، تصميمها وشكلها والأبراج اللي حواليه. لا بجد والله شكرا للي حدث وبنى منطقة جميلة زي دي. بصوا ده ظهر العماير من ورا. انا هوريها لكم عشان احنا بنقرب من البرج الأيقوني عشان ابينه لكم قوي. بصوا اهو، ده البرج اللي احنا المتعارف عليه ان هو في المدينة الار 3 او العاصمة الإدارية الجديدة، منطقة التطور الحديث في مصر. اهو بصوا، بصوا جمال المبنى، بصوا ارتفاعه، حاجة جميلة. يا رب يا رب ولادنا يكون ليهم نصيب من كل التطورات ديت ان شاء الله بإذن الله يا رب. خلاص احنا كده جولتنا بتبتدي ان هي تشرف على النهاية. بس انا ما كنتش حابه ان انا الجوله تخلص بسرعه كده، كنت حابه ان انا اجيب لكم المدينه من جوه، بس كان الوقت ما كانش مناسب معانا. فقلت لا لازم اوريها لكم كده، يعني نبذه كده بسيطه من بره الى ان يحين الدخول الى هذه العاصمه الجديده. تمام يا حبايبي. بصوا خضره في كل حته، خضره. عايزه اقول لكم ان المدينه كده ما خلصتش، لا ده لسه في بنى. انا في اخر الفيديو هوريكم ان المدينه دي كانت ايه واصبحت ايه، اصبحت على ايه اللي هي عليه دلوقتي. المباني اللي احنا شايفينها دي هي كانت ايه، هي كانت صحراء جبال. هجيب لكم الشكل بتاعها اللي هو في نهاية المدينة كان عامل ازاي، وازاي اتحولت للتحفة الفنية دي والمستوى الجديد اللي ولادنا داخلين عليه. تمام يا حبايب قلبي. يعني ان شاء الله ان شاء الله اللي جاي هيكون احسن واحسن لولادنا. احنا خدنا نصيبنا من التطور، هم هياخدوا بقى نصيبهم الاكتر من التطور والتحديث بتاع المباني. تمام يا حبايب قلبي. وانا بتمنى من كل قلبي ان يكون جوله الار 3 دي، يعني هي مش هتفيدكم في حاجه كتير بس هتكون، يعني لو كنت حابه انك تروحيها او تشوفي التطور اللي حدث، لو انت في المدينه هنا وما شفتيش اللي حدث في العاصمه الاداريه، اكون اديتك نبذه ولو بسيطه كده على قد صغننه، المكان هناك عامل ازاي والوضع ازاي والعيشه هتكون هناك ازاي. بصوا ده تصوير كده عن قرب شويه للبرج الايقوني. احنا كده ايه خلاص بنبتدي نخرج بره من المدينة، وهوريكم بقى الطرقات بره عاملة ازاي، وهتكون ان شاء الله المرحلة اللي جاية هتكون عاملة ازاي فيها تطور ونظافة بيئة نظيفة. كفاية الزرع اللي حواليكم، بصوا الشجر والنخل في كل مكان. كده احنا يعني راجعين تاني عشان اوريكم اللي هي مساكن اللي في اول المدينة من ورا عاملة ازاي. وهسأل برضو هعرف هل دي للشباب، هل ليها تقديمات، وان شاء الله افيدكم. ويا رب جولتي تكون عجبتكم وما كنت ضيفه تقيله عليكم في الفيديو الصغنن دوت. ولو عجبكم ما تنسونيش في اللايك والشير
والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان كل جديد من عندي يوصل لكم. بصوا جمال الألوان يا جماعة. بصوا حاجة عظمة والله. أنا فخورة جدا ببلدي. عاشت مصر وأهل مصر وناس مصر. زي ما احنا شايفين اهو احنا راجعين. هي الجولة هتنتهي عند المساكن اللي انا قلت لكم عليها، احنا رايحين عليها دلوقتي. ده مبنى اداري برضو، حاجة كده خاصة بالشغل والوظائف. بصوا لسه في بنا ولسه في عمال ولسه المدينة هتتطور. مش عارفة، انا كان نفسي يعني افتكر ان الاسم ايه اللي مكتوب. ما قدرتش، او انا قريت ممكن يوميها بس نسيت. بعد كده انا همشي باندكس عشان كل حبايبي لما اعرف حاجه اديها لهم المعلومه كامله. بس كفايه ان احنا شفنا المدينه من جوه وعرفناها وخدنا خلفيه عنها. دي اهم حاجه بالنسبه لي، بحب دايما كل جديد اكون معرفاكوا عليه. تمام. بصوا الشجر عجباني قوي المنطقه. بصوا مدرسه تانية اهي، يعني انا مبهوره بيها وبالمستوى اللي ولادنا واحفادنا ان شاء الله يا رب يكون عليه. عايزه اقول لكم ان كل ما البني ادم كان العيشه بتاعته هاديه وصالحه، فيها ما فيهاش تلوث، ما فيهاش اي حاجه، هنطلع عباقره والله، هنطلع اطفال عباقره. ربنا يرزقنا الاطفال العباقره دول باذن الله. بصوا كده احنا اهو خارجين خالص اهو، البرج بقى على شمالنا. هنخلص الجوله والمدينه كده بتنتهي بقى المدينه. بصوا هو ده بقى المساكن اللي انا بقولكوا عليها. بصوا عماير جميلة جدا جدا، وفيها خصوصية وفيها خضرة وفيها اهتمام زيها زي جوه بالظبط. يا رب يكون ولادنا ليهم نصيب فيها. بصوا بقى آخر المساكن ديت، هوريكم المدينة كانت ايه وأصبحت ايه اللي هي عليه دلوقتي. بصوا كده، هي عماير حلوة وجميلة ولسه فيها تطورات. وبصوا كمية العماير قد ايه وفاضية، والشقق قد ايه فاضية. فلسه بقى لسه اللي جاي اكيد ان شاء الله هيكون احسن. بصوا يا جماعه الجمال، انا والله حاسه ان هم قريبين من ابراج حد مشهور كده عندنا هنا في القاهره، يعني مفيش فرق ما بينها وما بين العماير العاديه. ادي بصوا المساجد في كل جزء والله بدون حلفان مسجد، والمسجد مش قليل ما شاء الله، فخم كده وجميل. ربنا يبارك يا رب الارض اللي عليها المساجد باذن الله. بصوا دي بقية العماير، المساحة بتاعتها كبيرة جدا. يمكن انا فصلت الفيديو عشان ما يطولش عليكم وكملت تاني، ومع ذلك لسه في بنى ولسه في تطور وفي لسه حياة جديدة وحديثة جاية علينا. فاهمين؟ فبصوا بقى احنا خلاص كده هنبتدي ايه، حبة بحبة نخلص من المباني اهي. اهو ده اللي انا عايزة اقوله لكم واوريه لكم. بصوا هي كانت ايه، صحراء، جبل، رملة، يعني حاجة خيال ما ينفعش ان احنا نقول هنسكن فيها او حتى هيتبني فيها عشة. شوفوا اتبنت مدينة عاملة ازاي وجميلة، ولسه كمان الجبل والصحراء دي هتنتهي. والفيديو بتاعنا كده انتهى وخلصت جولتنا في الار 3، ويا رب تكون الجولة عجبتكم ويا رب تكون المدينة عجبتكم. بصوا الجمال يا جماعة. أسيبكم في رعاية الله وحفظه، وما تنسوناش في اللايك والشير والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان كل جديد من عندي يوصل لكم. دمتم في أمان الله وحفظه، مع السلامة.